الفيديو اللي فات اتكلمنا مع بعض على الاوف بيج SEO او التوبكس الخاصه بيه او الادوات او الانواع الخاصه بالاوف بيج SEO. ان شاء الله في الفيديو ده هنبدا نتكلم مع بعض على ايه اهم الشروط اللي لازم تعملها او لازم تتوافر في جزئيه الباك لينك اللي اتكلمنا عليها في الفيديو اللي فات. لو ما اتفرجتش على الفيديو اللي فات ارجع اتفرج عليه عشان تفهم اكتر الفيديو ده. اتكلمنا في الفيديو اللي فات على فكره الباك لينكس وانواعه، بس ما اتكلمناش عن الشروط. في الفيديو ده ركز معايا عشان عندي شويه شروط لازم تخلي بالك منها. اول شرط واهم شرط بالنسبه لي هي فكره المانيوالي باك لينكس. يعني ايه؟ يعني بكل بساطه بدخل على جروب معين، بدخل على ويب سايت معين، يقول لي بمجرد ما تحط لي لينك موقعك هعمل لك آلاف من الباك لينك. هل ده مفيد؟ ده مضر جدا. طب ايه تاني شرط بالنسبه لي؟ لازم تبدا تراعي فكره الانتشار المتوسط. يعني ايه؟ اوعى تنتشر بسرعه، اوعى تستخدم ادوات زي كده، لان سرعه الانتشار ده بشكل كبير جدا جدا سبام بالنسبه لجوجل، فده مش صح. طب ايه تاني من الشروط اللي لازم اراعيها؟ لازم تنقي الويب سايت المفيده بالنسبه لك، لازم تنقي الويب سايت اللي عليها سبام سكور قليل والدومين اثوريتي بتاعتها عالي. يعني لازم تختار ويب سايت عشان تعمل عليها الباك لينك لازم تكون اوريدي تراستد من جوجل. تعال افهمك الموضوع بالبلدي اكتر. يعني بكل بساطه فكره الباك لينك هو ان حد بيسالك عني، الحد ده لازم يكون واثق فيك عشان ياخد رأيك ثقة فيثق في مصطفى. عشان كده لازم الموقع اللي انا بعمل عليه باك لينك اصلا وجوجل هيسأله لازم يكون الموقع ده تراستد بالنسبة لجوجل. طب انا بعرف منين ان هو تراستد ولا لا؟ عن طريق حاجتين مهمين قوي، دومين اثوريتي وسبام سكور. بقدر استخدم اداة اسمها موز بار، دي اكستنشن في جوجل كروم. ادخل اعمل سيرش دلوقتي عليها وضيفها عندك في جوجل كروم، واول ما تضيفها وتدخل تسجل عليها اكونت فري، بمجرد ما تدخل على اي موقع هيظهر لك فوق الدومين اثوريتي بتاعته والسبام سكور. السبام سكور لو عالي اهرب من الموقع ده، الدومين اثوريتي لو قليل اهرب من الموقع ده. بلاش تعمل تواجد او تعمل باك لينك على دومين اثوريتي قليل وسبام سكور عالي عشان موقعك انت نفسه ما يتضرش. حاول تختار مواقع ليها علاقه بنفس الفيلد بتاعك ونفس التارجت لوكيشن بتاعك علشان ما تدخلش تاخد سبام اكتر على الموقع بتاعك. يعني بكل بساطه يعني ما تدخلش تنتشر في مواقع امريكي او روسي او صيني وبكده معناه ان انت انتشرت. لا طبعا، جوجل بشكل كبير لو لقى موقعك في مواقع ملهاش علاقه بالتارجت لوكيشن وملهاش علاقه بالكونتنت اللي انت بتقدمه، ايه اللي هيحصل؟ هيزود نسبه السبام سكور عندك على موقعك. وبدل ما انت بتطلع عينك عشان موقعك ياخد ترتيب كويس في جوجل، لا جوجل اصلا شايف ان انت بتشتغل سبام فبيوقع رانك الموقع بتاعك. عشان كده دي كانت شروط مهمة جدا جدا لازم تراعيها في فكرة الباك لينك او شغلك في الباك لينكس علشان تحسن من البرفورمانس الخاص بالموقع بتاعك اون جوجل. واوعى تنسى انا مصطفى خلف ودي سلسلة فيديوهات ماركتينج في 50.